ازيكم يا جماعة؟ معليش طولت عليكم الغيبة كالعادة. بس ظروف الحياة والإجازة كانوا المشاغل. اليوم حبيت أطلع عليكم بوصفة سريعة خفيفة ظريفة. عبارة عن صينية فراخ بالفرن. هي نفس اللي بيعملها أي حد، بس بالاختلاف في التتبيلة. جربوا التتبيلة بتاعتي دي وإن شاء الله تحبوها وتعجبكم وتعتمدوها. سهلة سريعة ولذيذة كمان، حتى الأطفال حيحبوها. يلا جربوا الوصفة دي. يلا نشوف المكونات بتاعتي شنو. اللي هي عندي الخضار، اي حاجة انتوا بتحبوها. انا جبت هنا فلفلية صفراء وخضراء، وعندي جزر، وعندي هنا بطاطس برضو مقطعة مكعبات، معاه شوية بصل. ده بصل يا جماعة، قطعته بالقطاعة دي. كنت عاملة فيديو عنها قبل كده، خشوا شوفوه. وعندي هنا الفراخ مقطعة هي كاملة، وعندي هنا البهارات بتاعتي اللي هي دي تتبيلتي المميزة. البهارات مكتوبة على الشاشة. عندي هنا ملعقة كبيرة زبادي، ملعقة صلصة، عندي كاتشب ومايونيز. أيوة أنا بعمل كاتشب ومايونيز يا جماعة. عندي زيت، وعندي خل، وعندي عصير ليمون، وعندي صويا صوص. الناس اللي ما بيحبوا صويا صوص عادي ممكن يستغنوا عنها. ضفت البهارات، وضفت السوائل بتاعت اللي هي الزبادي والمايونيز والكاتشب والصلصة، معجون الطماطم. عصير ليمون، بكتر من الليمون لاني بحبه وبدي طعم حلو بطير الزفرة. عندي هنا صويا صوص ما كتيرة، وعندي هنا الخل. ليمون والخل يا جماعة عشان الاتنين بدو حداقة، والخل بيطري شوية يعني. طبعا حضيف الزيت وحقلب يعني واخلط. في المسافة دي ما تنسوا يا جماعة الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوا قناتي التانية، وتابعوني كمان على تيك توك، بنزل وصفات هناك وحاجات عن حياتي الخاصة لو حابين تتعرفوا علي اكتر. هنا كان خلاص الخلطة جهزت. جبت صينية الفرن، وزعت فيها البطاطس والبصل، ضفت عليها الخضار التاني اللي هي الجزر والفلفلية. ممكن تضيفوا أي حاجة تانية، في ناس بتضيفوا كوسة، يعني الحاجة اللي انتوا بتحبوها خضار يعني. هضيف رشة ملح شوية عشان الخضار يعني ما بيكون فيها ملح. والبطاطس كمان بتشرب الملح، فعشان كده زدت كمية شوية من الملح. وقلبت الخلطة بتاعتي جزء منها على الخضار، والجزء التاني هتبل بيه الفراخ بتاعتي عادي. خليتهم كلهم مع بعض عشان عايز الطعم بتاع الفراخ ينزل على الخضار بتاعي يعني، ويديني يعني خضار طعمه احلى شوية. فخلطتهم كلهم مع بعض، ما بيحتاج اخلط برا لانهم كلهم في النهاية هيخشوا على نفس الصينية في الفرن. قلبتهم تمام، وديتهم شوية رشة زيت من فوق عشان يكونوا محمرات، ما يكونوا زي المسلوقة كده، لأن الفراخ هتنزل موية. وطبعا حاجة أغلفها بورق زبدة وبورق فويل. بدخلهم الفرن لدرجة حرارة 180 لمدة نص ساعة أو 35 دقيقة حسب الفرن بتاعكم. وبعد ذاك بشكها، أكيد حتكون استوت لأنه هنا الفراخ بتاعتي مقطعة من قطع صغيرة، فبتستوي بسرعة. زي ما شايفين اهو استوت ودابت. والطعم يا جماعة ما أقول لكم حاجة كده خيال، وقصة حلوة كده ظابطة يعني. أكلة المستعجلين وغدا المستعجلين. بس دي كانت وصفتنا لليوم. أتمنى أن تكون عجبتكم، وما حبيت أتأخر عليكم أكتر من كده. وإن شاء الله وروني دايرين نعمل لكم شنو لقدام. سلام.